ازيك يا استاذ احمد؟ كل سنه وحضرتك طيب. كلمنا وطمنا على محصول المانجا هذا العام، ايه اخباره؟ الحمد لله المحصول كويس، ولكن هو طبعا طبقا للتغيرات المناخيه كان في مشاكل السنه دي. الانتاج تقريبا اقل من السنه اللي فاتت ب 50%. 50. طبعا مما هيخلي الموضوع ده لو احنا ما ركزناش السنين الجايه في الموضوع ده في التغير المناخي هيعمل لنا مشاكل كبيره قوي في الزراعه، فلازم لابد طبعا من تنبيه سواء وزاره الزراعه ومديريه الزراعه تنبه على الناس نبدا ازاي نكافح التغير المناخي. المانجا اللي موجوده عندكم السنه دي ويعني واشهر الانواع اللي الناس بتيجي تطلبها. ما هقول لحضرتك على حاجه، احنا لسه في بدايه الموسم ان شاء الله، اللي هو موسم حصاد المانجا، اللي هو معانا اول حاجه بننزل السكري. فين؟ السكري المانجا اللي هي الصفراء اللي حضرتك اللي قدام حضرتك دي. ديت. وبعد كده اما يليها بعد كده بتنزل الصديقه ديت لسه برضه البشاير بتاعتها، وبعد كده حاجه اسمها تومي ديت من اول انواع برضه في الانواع الاجنبيه. دي اسمها ايه؟ تومي. تومي. دي برضه من اول انواع اللي هي بتنزل في الاصناف الاجنبي، بتنزل البشاير بتاعتها. ومعانا الفص العويسي برضه ده بشاير لسه موجود اهو. تمام. ومعانا برضه العويسي دوت لسه في البشاير بتاعته. العويسي. دي طبعا اغلى الانواع. دي الفص العويسي دوت اغلى حاجه موجوده في السوق. كلمنا بقى عن اسعار المانجا السنه دي هتبقى عامله ازاي؟ والله اسعار المانجا احنا لسه في بدايه الموسم، بتبقى رافعه عموما، طالع وفي النازل يعني. مش الاسعار بتاعتها لسه ما ستتش او لسه يعني، ده عشان بدايه الموسم فالاسعار بتاعتها لسه ما ستتش على سعر معين. لكن الموسم السنه دي كويس ولا في بعض يعني بعض الانواع الناقصه؟ لا مش بعض الانواع، هي العوامل الجويه والحاجات اللي جت ديت اثرت على المانجا بنسبه كبيره جدا، مش ما ادتش نفس المحصول او نفس الانتاجيه، على الرغم ان كان بدايه التزهير بتاعه في بدايه الموسم كان بسم الله ما شاء الله كان هيبقى عندنا موسم مانجا جميل، بس طبعا مع الاحوال الجويه والمناخ والحاجات ديت خلت المانجا نسبة المانجا قلت خالص، ما اداش المحصول او ما اداش الانتاجيه المطلوبه اللي هي بتطلعها. انا سمعت ان السكري الابيض اقل حاجه. هذا من اول المحاصيل اللي بتطلع او من اول الزهره بتطلع في الموسم. لكن الكيت انا شايفه ان هي كتير. ما انا هقول لحضرتك بالنسبه لانواع الكيت والكنت والنعوم والكريمسو والتومي والاصناف الجديده اللي هي دخيله على السكري ودخيله على الزبده والعويس والحاجات ديت، الاصناف ديت بتستحمل العوامل الجويه مع درجه الحراره او مع البروده او مع الحر، الشجره او سبحان الله الزهره بتاعتها بتقاوم الحاجات ديت، عكس السكري وعكس الزبده وعكس العويسي ما استحملش المطر والهواء والحاجات ديت، اثرت عليها جامد. اثرت على الشجر. اثرت على الحاجات ديت. وبعدين هو موسم التزهير بيبدا في السكري دوت من اول حاجه بتبقى موجوده، فبالتالي ان هي الحاجات ديت الشجر يعني نسبه الزهر اللي عليه ديت راحت في المطر. لكن مع ذلك الناس برضو بتيجي تدور على المانجا الاسماعيلاوي ايا كانت. طبعا هي المانجا الاسماعيلاوي دي احسن مانجا معروفه في العالم كله، رغم ان الصعيد سبقنا يعني. الصعيد كل سنه الصعيد تختلف عن المانجا الاسماعيلاويه. هنا عندنا الارض بتاعتنا ارض رمليه والشجره ما بتشربش الماء الكفايه، انما في الصعيد هناك بتلاقي الارض طينه، ومعنى الطينه ديت ان هي الشجره بتشرب ماء كتير، فبالتالي ان المانجا اصلا ما بيبقاش ليها لا طعم ولا ريحه، مش موجوده. يعني اللي بيفرق طعم المانجا الاسماعيلاوي عن الصعيد هو الارض طبعا الرمليه. الارض الرمليه هنا مجرد ما تشرب الشجره ما بتاخدش ميه كتير، انما في الارض الطينه مجرد ما بتحط شويه الميه بتفضل الشجره تحتفظ من الميه، فبالتالي ان هي دخلت ميه كتير، فبالتالي ان هي بتعمل جوه نسبه الياف عاليه جدا في المانجايه. عندك خبره كام سنه في المانجا؟ لا انا كتير، 40 سنه. 40 سنه في المانجا.